ما زلت في دفاتري قصيدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة. ما زلت مثل وردة الربيع يا وحيدة. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قضايا إريتريا. نتناول في هذه الحلقة وفي هذا اليوم العظيم المبارك يوم عاشوراء عن عاشوراء وما يتعلق ذلك بشعبنا الإريتري ووطننا الإريتري. لا يخفى على شريف علمكم مشاهدي الأكارم أسباب النصر والنجاة وموجات هلاك الطغاة والظالمين. يوم عاشوراء هو يوم فرحة ويوم عبادة ويوم تذكر كيف الله سبحانه وتعالى نجى المؤمنين وكيف أهلك الطغاة. هذا هو حديثنا، وهل ينطبق ذلك أيضا على بلادنا إريتريا حينما يهلك الله تعالى الطغاة والمجرمين الذين تحدوا كتاب الله وسنة رسوله، وكيف أن الله سينصر ونصر عباده المؤمنين في كل مكان وفي كل بلاد. باسمكم مشاهدي الأكارم، ولأن الوقت قصير والمحتوى كبير، نستضيف شيخنا وحبيبنا الشيخ الدكتور حسن سلمان الداعية المعروف. أهلا وسهلا بشيخنا الحبيب. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. هذا اليوم يسمى عاشوراء، ما هو هذا اليوم باختصار؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله القائل وذكرهم بأيام الله. عاشوراء هو يوم من أيام الله تبارك وتعالى التي مرت على مسيرة المؤمنين وخاصة في بني إسرائيل. كلنا يذكر هذا الطاغية الذي عرف في القرآن الكريم باسم الفرعون، وهو وصف للحاكم الظالم الطاغية المتجبر الذي كذب وعصى وكذب وأبى، والذي أفسد في الأرض، والذي قسم المجتمع وجعله شيعا، والذي زعم أو ادعى الربوبية وقال أنا ربكم الأعلى، وادعى الألوهية قال ما علمت لكم من إله غيري. وكذلك كان يرفض دائما المساءلة، فهو ليس من متعود أصلا أن يقال له لا أو يسأل عما يفعل، فهو ينازع الله سبحانه وتعالى في خصائصه. نازع الفرعون الله في ربوبيته وألوهيته، ونازعه كذلك في خاصية أنه يفعل ما يريد وأنه لا يسأل عما يفعل، وكذلك مصادرة العقول ومصادرة الحريات. على كل الفرعون المعروف في القرآن الكريم كان يوم عاشوراء هو يوم هلاكه، كان يوم هلاك هذا الطاغية الذي ذكر في القرآن الكريم. وربما لا توجد قصة في القرآن تكررت مثل قصة فرعون مع موسى، يكاد القرآن الكريم يحشد هذه القصة من كل وجه. أكثر شخصية ذكرت موسى عليه السلام، وغالبا ما يذكر في سور القرآن الكريم موسى مع فرعون فيما لا يقل عن 20 تقريبا من السور في القرآن تتناول قصة موسى مع الفرعون، وموسى ربما ورد ذكره أكثر من 50 مرة في كتاب الله سبحانه وتعالى. إذا نحن أمام شخصية الفرعون الطاغية المتجبرة التي أفسدت في الأرض وطغت في البلاد وجعلت الناس لا يعيشون حياة كريمة وفق ما استخلفهم الله سبحانه وتعالى. فكانت على كل يوم عاشوراء باختصار هو يوم هلاك هذا الفرعون.
ونجاة موسى وقومه عليه الصلاة والسلام، نجاة بني إسرائيل هؤلاء المستضعفين الذين ما كان لهم من الأمر شيء ولم يكن معهم إلا الله سبحانه وتعالى. فلما يعني أراد موسى عليه السلام أن يخرج ببني إسرائيل، وكانت هذه مهمة موسى عليه السلام أن يحرر قومه ويخرجهم من مصر ويذهب بهم إلى بلاد الشام، حيث جعل الله سبحانه وتعالى تلك الأرض يعني مقرا لهم ويفترض أن يدخلوها. فبدأت على كل مسيرة الصراع مع الفرعون منذ اللحظة الأولى التي بعث الله سبحانه وتعالى فيها موسى اذهب إلى فرعون واذهبا إلى فرعون. فهذا الذهاب إلى فرعون كانت المهمة واضحة أنه يريد أن يحرر بني إسرائيل ومن خلال لا إله إلا الله. بارك الله فيكم. نعم. شيخنا. طيب شيخنا، يعني من خلال إشارتكم إلى قصة موسى باختصار يأتي السؤال، فعلا الله سبحانه وتعالى نجى موسى وقومه وأهلك في فرعون وقومه أيضا، والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز تذكرة: وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. سؤال هنا الآن شيخ حسن، بعد هذه الآيات يعني والمقطع الجميل الذي قص الله عز وجل لنا فيه وتكرر ذلك كما ذكرتم في 30 جزءا، سؤال: لماذا أهلك الله فرعون؟ السؤال الثاني: لماذا الله نجى موسى وقومه وكيف استحقوا هذا النجاة بحيث أن الله أمر البحر فانفلق فأصبح كل منه مثل الجبل العظيم؟ يعني هذه الأسباب والمعاني. ماذا أهلك الله فرعون؟ ولماذا فرعون في اللحظات الأخيرة قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين؟ حقيقة هذه رسالة لكل طاغية أن الله سيهلكه ولو طال عمره ولو تمكن، هي رسالة نرسلها لكل طاغية أيضا في إريتريا. وهؤلاء أيضا نجوا. كيف نجوا؟ كيف استحقوا هذه النجاة؟ العدو أمامهم والبحر أمامهم والعدو من خلفهم، كيف نجوا؟ أحسنت. سبحان الله، القرآن العظيم يعني خاصة السورة التي تلوت من هذه الآيات سورة الشعراء تناولت مجموعة من الرسل إبراهيم عليه السلام وموسى ونوح، يعني تناولت مجموعة ما لا يقل عن 7 تقريبا من الرسل، وكلها سبحان الله تختم بقوله العزيز إن في ذلك لآية. ثم إن في ذلك لآية وإن ربك لهو العزيز الرحيم. أحسنت، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. سبحان الله، لو أردنا أن نقول لماذا نجى الله من نجى سنقول برحمته، ولماذا أهلك من هلك نقول بعزته. الله، يعني هكذا تلاحظ أن الله سبحانه وتعالى أمهل هؤلاء الطغاة وطغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد، بعث الله لهم من رحمته، بعث لهم رسل، أنزل لهم كتب، خاطبوهم، أمهلهم الله سبحانه وتعالى. جاءت المعجزات، تصور موسى عليه السلام من معجزة العصا، معجزة اليد، إلى معجزة انفلاق البحر، هذه كلها معجزات يرونها رأي العين، فقامت عليهم الحجة من كل وجه، لأن الله عز وجل يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الله، فالله عز وجل عادل وحكيم، حكمته تجري أحيانا الطغاة ولطفه يجري الطغاة، يعني الله سبحانه لا يأخذهم على عجل،
فيظنون بأن الله سبحانه وتعالى غافل عما يعمل الظالمون. الله عز وجل نفى ذلك عن نفسه، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. الله ليس غافل، نعم، مهما كان جبروت. فباختصار أهلك الله هؤلاء لأنهم أفسدوا وتجبروا وتألهوا وادعوا الربوبية وناقضوا. إن فرعون علا في الأرض، نعم، وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم يستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. وأيضا ذكر علوه أنه كان من العالين. فالعلو والإفساد في الأرض الطاغية الذي زعم الربوبية وزعم ما علمت لكم من إله، فزعم الربوبية وزعم الألوهية، يعني الخصائص الخمسة التي ذكرها أهل العلم في أنها من خصائص الله سبحانه. حاول أن يقول فرعون هي وقال ما أريكم إلا ما أرى. العظيم. الله عز وجل يقول لا يسأل عما يفعل وهو يظن أنه لا يسأل عما يفعل، وهكذا. فهذا الطاغية الذي بلغ منتهى الأمر، منتهى الطغيان، منتهى الصد عن سبيل الله، منتهى الكفر، بعث الله سبحانه وتعالى برحمته لكل هذه المجموعة حتى لا يقال يوم القيامة بأنه والله ما بعثت لنا نبيا ولا رسولا ولا أقمت علينا الحجة. لا، ولله الحجة البالغة. فالله عز وجل أقام لهم الحجج، ثم بعد ذلك لما خلاص انسدت الآفاق ولم يبق هنالك مجال لأن يؤمن هؤلاء، أخذهم الله سبحانه وتعالى أخذ عزيز مقتدر، وهذا شأنه جل جلاله. فبالنسبة للكفار يأخذهم الله سبحانه وتعالى عندما يبلغ الأمر عندهم منتهى الكفر ومنتهى الصد عن سبيل الله، ولا تعمل معهم الآيات، لا تنفع معهم الآيات، حينها تنزل عليهم تنزل الآيات والمعجزات، يعني لا، الآيات المعجزات ما ينفع معهم، ما تنفع معهم، خلاص ينزل عليهم العذاب. وهذه سبحان الله إلى بني إسرائيل كانت سنة الله في كل البشرية أن العذاب ينزل من السماء ويهلكون، لأن الوضع سيختلف بعد موسى عليه السلام وأمة النبي صلى الله عليه وسلم. العذاب سيكون بأيدي المؤمنين، هذه لا بد أن نلتفت إليها، لأن الله عز وجل يعني يعذب الناس في الدنيا إما بعذاب من عنده أو بأيدي المؤمنين، أو بأيدي المؤمنين. لما انتهت حالة التدخل السماوي المباشر إن صح التعبير في الإهلاك المباشر، في أن القوم كما يقول أبو سعيد الخدري مع بني إسرائيل انتهت قضية الإهلاك الجماعي للبشرية، وبقي بعد ذلك سيف المؤمنين يعمل في الكافرين. فعندما يعطل المسلمون الجهاد فإنهم يعطلون عذاب الله أيضا في خلقه هؤلاء الذين أجرموا. بالنسبة لأهل الإيمان اللي هو موسى وقومه، نلاحظ بأن إلى هذه اللحظة لم تكن بني إسرائيل بمجموعهم أهل استحقاق لنصر الله، لأن نصر الاستحقاق هو لأهل الإيمان المطلق. إنا لننصر وكان حقا علينا نصر المؤمنين. نعم. لكن سبحان الله هنالك نصر من نوع آخر ينصر الله سبحانه وتعالى به بعض الناس، وهو النصر الذي يسمى النصر التفضلي، أن الله يتفضل بما شاء في على من شاء. هنا بني إسرائيل صحيح وجود الرسول، وجود موسى عليه السلام، وجود موسى يؤدي إلى استحقاق النصر، لأن إنا لننصر رسلنا، فوجود موسى جالب للنصر. جميل. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، كذلك وجود النبي صلى الله عليه وسلم. فوجود الأنبياء بشكل عام عاصم سبحان الله من العذاب ومنجي عموما لأهل الإيمان. جميل. النقطة الثانية أنهم استحقوا النصر التفضلي من الله، لأن جميل. الله سبحانه وتعالى يريد لهذه الفئة أن تقوم برسالته في مقابل هؤلاء المجرمين، وبالتالي تفضل عليهم بهذا النصر، وهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. فلو لاحظت موسى عليه السلام قومه جميعا ضعفاء، المستضعفين يستحقون نصر الله سبحانه وتعالى، وبالتالي هذه تقريبا كانت نجى الله هؤلاء منحة وكرما وإكراما وتفضلا من الله سبحانه وتعالى برحمته، وأهلك أولئك بعزته جل جلاله. في قوله تعالى قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. هل لنا أن نأخذ منها أن الصبر والاستعانة بالله والتقوى ممكن نأخذ منها هذه؟ نعم، هي قاعدة عامة كما يقول ابن القيم عليه رحمة الله: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. الإمامة في الدين والاستخلاف في الأرض والقيام بأمر الله سبحانه وتعالى ينال بالصبر واليقين بطبيعة الحال، حتى تكون الصورة واضحة، لأن البعض يفهم الصبر السلبي وليس الصبر الإيجابي. الصبر الإيجابي هو الذي يكون مصاحبا للقيام بأوامر الله، أمرا بالمعروف نهيا عن المنكر جهادا في سبيل الله، ثم الصبر على ذلك. يعني مواجهة الطغاة تكون بهذه الأمور. نعم، يعني اليقين هو حمل الرسالة والتصديق بها والدعوة إليها
والتشبع بهذه الرسالة كقيم رسالية، ثم عندما تدخل في العمل يتطلب الصبر. ولذلك أئمة الدعوة في نجد لما تكلموا عن سورة العصر والعصر إن الإنسان لفي خسر، قالوا اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل: الأولى العلم، والثانية العمل الصالح، معرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة دينه، ثم الثانية الدعوة العمل بهذا العلم، ثم الثالثة الدعوة إلى هذا العلم، ثم الرابع الصبر على ما يصيب الإنسان. فنحن أمام حالة فيها تفاعل يقين، العلم المؤدي لليقين والعمل المؤدي إلى التمكين وإلى الصبر في نهاية المطاف. يعني إذا حصل منا كإريتريين التقوى، حصل منا الاستعانة بالله وصبرنا على طاعته سبحانه وتعالى، وأيضا نأخذ من قوله تعالى: وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. نعم. فالتوكل على الله أيضا في كل أمورنا سيبدل الله تبارك وتعالى أحوالنا، وهذا توجيه أيضا ليس للإريتريين فقط بل لكل الشعوب، الشعوب. طيب جميل يا شيخ حسن، لماذا كان هذا يعد نصرا عظيما شرع لنا رسولنا الكريم صيامه؟ نعم طبعا، يعني هذه من الأشياء المهم جدا أيضا يعرفها الناس، هو الفرح بهلاك الظالمين. بعض الناس طبعا عاطفتهم زايدة كثير، فتجد أنه يستكثر عليك أن تفرح بهلاك كافر أو أن تفرح بهلاك مجرم من المجرمين، عذب الناس، نكل بالناس، كفر بالله سبحانه وتعالى، أفسد في الأرض. فهؤلاء عندما يهلكون علينا أن نفرح، وعلينا أن نحمد الله سبحانه وتعالى بهلاكهم. فكانت على كل بنو إسرائيل تعتبر هذا اليوم يوم من أيام الله، كانت تشكر الله عليه، وكان من شكرها لله أن تصوم. كان الصيام هو التعبير الإيماني والتعبير، وهذا طبعا نمط سبحان الله، نمط أهل الإيمان في التعبير بالفرح. تلاحظ أن كثير من الناس تعبيرهم بالفرح بالرقص واللعب وكذا، ولكن التعبير بالنسبة لأهل الإيمان في مسائل، مع الأسف نحن الإريتريين الآن إذا يوم الوطن عندنا يوم رقص من بعد العشاء حتى الفجر، يعني وربما نعم. تشرب الخمور، وربما تخرج والعياذ بالله النساء نعم. عاريات، ويحصل ارتكاب الفواحش والمنكرات. نعم. هذا هو فرحنا نحن الإريتريين نعم. مع الأسف نعم. في اليوم الذي يعني لذلك لم نرى خيرا منذ أن استقلت إريتريا. نعم. لم نرى خيرا حتى اليوم. التهجير كما هو، سجن الصالحين كما هو، إقامة قبل أيام أفرج عن إخوة لأنهم قالوا فقط لا إله إلا الله تم سجنهم. قبل أيام أفرج عنهم. كتلت هذه الفترة أكثر من 3-4 سنوات في السجون، لا حول لهم ولا قوة. هكذا سلط علينا لأننا نحن نخرج، نحن الشعب الذين نخرج من أجل الوطن من بعد العشاء حتى الفجر نرقص، ثم نقول جاء علينا الظلم، ثم نقول ونبكي يعني. نعم صحيح، معذرة على التعبير. فهذه يعني احتفال المؤمنين، وهذه سبحان الله من السنة التي يجب أن يلتفت إليها الناس. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعبر عن يوم ميلاده بالصيام، هذا يوم ولدت فيه أو ذاك يوم ولدت فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم عبر عن فرحة ميلاده. وليت المسلمين يتجهون سبحان الله، أنا أقول بدل نحتفل كل سنة خلونا نحتفل كل أسبوع. احتفالنا بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم المسلمون بميلاد رسول الله، وهذا مشروع لا يعترض فيه، وهذا الذي يستحق نعمة الرسالة، نعمة كبرى. فكيف كونك تشكر الله في السنة مرة واحدة؟ نعم. قليل بل لو شكرته كل يوم هو قليل. صحيح. فكان على كل بنو إسرائيل يصومون هذا اليوم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعد هجرته عليه الصلاة والسلام وجد أنهم يصومون. وهنا طبعا ننبه أيضا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم في بدايات مجيئه للمدينة كان يحرص على أن يوافق كثير مما يقوم به أهل الكتاب حتى يتألفهم ويتقرب أو يقربهم إليه. لكن بعد ذلك انتهت الأمور طبعا بكمال الرسالة إلى أن يخالفهم في كثير مما هم عليه، وهذا طبعا نسخ الرسالات بشكل عام، لكن ليس هذا مقام الحديث عنه. نحن عموما لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجدهم عليه الصلاة يصومون، فسأل ما قال هذا يوم أهلك الله، هذا يوم تصومه بنو إسرائيل لنجاة موسى وهلاك فرعون، فقال نحن أولى بموسى منهم. وهكذا كلمة نحن أولى بموسى منكم، علق عليها شيخ حسن. أحسنت. سبحان الله، مسألة الأولوية كثير من الناس يتصور الآن اليهود الحاليين يظنون أنهم أولى بموسى منا، والنصارى الآن يظنون أنهم أولى بعيسى منا. الله سبحانه وتعالى مسألة الأولوية حسمها في إطار
التشابه والتقارب الإيماني. من هو أولى تعبيرا برسالة موسى؟ من هو أولى تعبيرا برسالة إبراهيم؟ إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. فأراد الله سبحانه وتعالى يسحب فكرة النسب اللي هو بني إسرائيل كانت تقول نحن أبناء إبراهيم نحن كذا ونحن أولى به. الله قال لهم لا، إبراهيم أولى به من سلك سبيله، أولى به من اتبعه، أولى به من أخذ ملته، ومن أخذ ملته هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. نفس الطريقة موسى عليه السلام، لستم أنتم لأنكم حرفتم وبدلتم وغيرتم ولم تتبعوا موسى عليه السلام فيما جاء به عن الله، إنما هذا الرسول عليه الصلاة والسلام هو على ذات الصراط الذي سلكه أهل الإيمان منذ آدم عليه السلام وإلى مجيء النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الطريق هو الذي أولى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب فنحن أولى، إذا كان أنتم تفرحون بنجاة موسى نحن أولى بالفرح منكم، لأننا نحن أتباعه ونحن من نسير على دربه ونحن من ورثت رسالته وهكذا. نعم، هناك أيضا قضية مهمة نطرحها بين يديك شيخ حسن، وهي قضية كثير من شعبنا الإريتري يقول ويعتقد أن موسى بدينه وعيسى بدينه ومحمد صلى الله عليه وسلم بدينه. فهذه الأديان الثلاثة كلها صحيحة، فمن عبد الله بدين موسى فهو ناجي، ومن عبد الله بدين عيسى يعني ثالث ثلاثة وهو الذي يقول باسم آمن من قدوس أنه ناجي، وأن من عبد الله بدين محمد ناجي. هذا التوجيه حقيقة، وهذا المعتقد مع الأسف موجود. توجيهكم يا شيخ حسن؟ صد. مهم جدا أولا أن نعرف قضية مهمة جدا في موضوع الرسالات، وهو أن دين الله سبحانه وتعالى الذي لا دين لله غيره هو الإسلام. جميل. إن الدين عند الله الإسلام. لكن بعض الناس هدمنا النصرانية وهدمنا اليهودية. طبعا بعض الناس يتصور كلمة الإسلام هو فقط ما جاء به النبي. لا، لما نقول الإسلام جاء به نوح وجاء به هود وجاء به صالح وجاء به حتى إبراهيم عليه السلام ويعقوب عليه، كان دائما يقول مسلمون كلها أن أسلموا. فقضية الإسلام هو الدين الذي بعث الله به الرسل. إذن الدين كله واحد، فليس موسى بدينه، موسى دينه هذا من حيث التوحيد. هذا من حيث التوحيد شرع لكم من الدين. أيوة، وبالتالي في ثلاثة مصطلحات مهم أن يفرق بها. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. أيوة. نعم. والذي أوحينا إليك وما أوحينا إلى إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين. الدين هنا بمعنى التوحيد، فالتوحيد واحد. جميل. وهو أصل الرسالات. طيب، عندنا شيء اسمه الملة. الدين هو أصل التوحيد. عندنا شيء اسمه الملة، وهذه يختلف فيها إيه؟ يختلف فيها الأنبياء. نعم. لماذا؟ لأن في إطار الملة هنالك اختلاف شريعة واختلاف منهاج، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. جميل. فتجد أن الرسل يختلفون في التشريعات لكن لا يختلفون في أصل الدين. أصل الدين واحد. جميل. لا أحد مثلا يقول لقومه أن الله ليس واحد، قل هو الله أحد، هذه جاء بها الكل، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نعم. فهذه أصل الرسالة. وبالتالي ما جاء به موسى أن اعبدوا الله، ما جاء به عيسى أن اعبدوا الله. هذا هو الصراط، هذا صراط الله سبحانه وتعالى الذي سلكه جميع الرسل. جميل. طيب، بالنسبة للملة في اختلاف، اللي هو اختلاف الملة اللي هو لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. هنالك تشريعات جاءت لعيسى، هنالك تشريعات جاءت لموسى، ثم نسخت عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بشريعته باعتبارها شريعة دائمة وشريعة خاتمة. طيب، يعني الآن أتباع موسى وأتباع عيسى، هل يصح منهم العبادة دون شريعة النبي صلى الله عليه وسلم وهم يسمعون عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعث إليهم؟ هل يصح منهم هذا؟ هل هم فعلا يعتبرون عند الله مقبولين أم هم كفار؟ أحسنت. في إطار الرسالات يظل كل رسول رسالته قائمة ومستمرة وموجودة إلى أن يأتي الرسول الذي بعده. جميل. أو خلينا نكون أكثر دقة، إذا كانت الرسالة قومية بمعنى أرسل إلى قوم معينين، فرسالة كل رسول في إطار إيه؟ إطار قومي. ثم يأتي بعد ذلك رسول آخر. فبني إسرائيل خضعوا لمجموعة من الرسل. فمثلا حتى تكون الصورة واضحة، ربما الناس في الجزئية هذه تكون واضحة لما نضرب المثال ببني إسرائيل، لأن بني إسرائيل الرسل عندهم كانوا كثر. مثلا لما بعث موسى عليه السلام وجاء، أو قل بعث يوسف عليه السلام وقبله يعقوب عليه السلام، هؤلاء كلهم رسل وأنبياء. طيب، لما جاء موسى لا يمكن لأتباعه يوسف عليه السلام أن يقولوا له والله نحن لا نتبعك لأننا أتباع من؟ أتباع يوسف. إيه؟ يقول لهم موسى أنا ناسخ لشريعة يوسف،
ومن لم يؤمن بي ويتبعني في إطار بني إسرائيل فلا دين له. جميل. وليس مقبولا عند الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الشريعة التي يريدها الله سبحانه وتعالى في هذه اللحظة التاريخية يريدها عبر هذا الرسول اللي هو موسى عليه السلام. طيب، لما جاءت الرسالة العالمية وانتقلنا من الرسالة القومية اللي هي رسالة يا بني إسرائيل يا قوم يا كذا، انتهينا إلى يا أيها الناس، وهو الكتاب الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. فإنه من لحظة مجيء النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل من أحد عدلا ولا صرفا إلا بطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت إذا أردت النجاة وأردت الفوز والفلاح وأردت كذلك السعادة الدنيوية أو الحياة الطيبة في هذه الدنيا، لن يكون لك ذلك إلا بواسطة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جميل. إذن مخطئ من يقول عيسى بدينه وموسى بدينه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بل يجب على اليهود وعلى النصارى أن يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو نبيهم. نعم. وأن القرآن هو كتابهم، وما أنزل على موسى وعيسى تم نسخه. قال الله تعالى لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا كان من أهل النار. نعم. والعياذ بالله. نعم. هذه خطيرة، يعني هذه خطيرة لكل حتى من يعتقد هذا الاعتقاد أن عيسى بدين وموسى بدين، مع الأسف نعم. حتى من بني قومنا يعني يعتقد أن هذا مسيحي فدينه دين سماوي فهو صحيح، وهذا يهودي فهو دين سماوي فهو صحيح. هذه قضية خطيرة جدا وهو خطأ. والله عز وجل يقول وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. نعم. ومهيمنا عليه. نعم. ومهيمنا ما معنى يا شيخ حسن مهيمنا عليه؟ هو التصديق والهيمنة. التصديق هو أنه حاكم على كل ما يرد في تلك الكتب مما هو صواب فيصدقها، والهيمنة هي حالة الحاكمية المطلقة على كل ما يرد فيما سبق وما هو لاحق. فالكتاب العزيز اللي هو كتاب محمد عليه الصلاة، كتاب القرآن الكريم، هو الكتاب المهيمن على كل حركة التاريخ من حيث الصواب والخطأ. هو الذي يقول لنا هذا صحيح وهذا خطأ. هذا الذي تقوله بنو إسرائيل في كتابها، إما أن يقول هو صحيح فيصدقه، وإما أن يقول هو خاطئ، وبالتالي المهيمن هو إيه؟ هو الكتاب العزيز اللي هو كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو القرآن. إذن نقول هذه كلمة خطيرة، عيسى بدين وموسى بدين، هذا أمر ليس بصحيح. طبعا هذا على هامش اللقاء. نحن نتحدث عن ما نصر الله سبحانه وتعالى به موسى. شيخنا الكريم، يعني موقف موسى عليه السلام أمام البحر لا نريد أن نعديه أو نفوته دون أن نعلق عليه. لما رأى موسى البحر أمامه والعدو خلفه قال كلا إن معي ربي سيهدين. معية الله سبحانه وتعالى هذه ما معناها ومتى تكون للمؤمنين؟ وهل هي نفسها التي قال ما بالك باثنين الله ثالثهما؟ وهل هي أيضا التي فيها قوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى؟ هل هي نفسها؟ وكيف نحن نوجه شعبنا الإريتري إلى هذه المعاني السامية؟ نحن أحوج ما نكون أن نواجه طغاة، نواجه ظلم، نواجه بلاء عظيم. كيف نصل لهذه المرحلة؟ هو أولا بالنسبة لمعية الله سبحانه وتعالى لرسله هي معية نصرة ومعية تأييد ومعية حماية ومعية يعني معية الحسب، أن الله حسبهم وهو كافيهم وهو وكيلهم. وبالتالي من اللحظة الأولى التي عبر موسى عن خوفه، هو خاف من البداية أنه والله كيف يذهب إلى فرعون وهو يعرف من هو فرعون ويعرف بطشه ويعرف إشكالاته، ومع ذلك الله قال اذهب إلى فرعون. فلما عبر عن مخاوفه وعبر أنه والله يخشى على نفسه وعلى أخيه، قال كلا إنني معكما أسمع وأرى. لا تخافا، اذهبا لا تخاف. فمن اللحظة الأولى أخذ صك الضمان موسى عليه السلام بأن معية الله معه في هذه المسيرة كلها، ما في خوف. فهذه يعني لاحظ موسى عليه السلام آتاه الله هذا الأمر بحيث منذ البداية يواجه هذا الطاغية ومع ذلك سبحان الله تأتيه بعض المحطات التي تخيفه. يعني لاحظ لما حصل أيضا رمي الحبال وأوجس في نفسه خيفة، يعني موسى عليه السلام جاءته بعض الأشياء تخيف، لكن يظل دائما محروس بإيه؟ محمي بمعية الله سبحانه. فعندما رأى خلاص أدركه البحر والعدو من خلفه
والبحر من أمامه. هذه اللحظة سبحان الله موسى ما غفل عن الله سبحانه وتعالى، واستحضر معيته التي وعد بها، وهذا نوع من أنواع اليقين. لأن كثير من الناس الله عز وجل يعدهم بوعود، ولكن تجد سبحان الله يقينه بوعد الله إيه؟ ضعيف. كم من المسلمين الآن الله عز وجل عندنا وعود هائلة جدا من الله سبحانه وتعالى، لكن اليقين بهذا الوعد ليس متأتيا. فبالنسبة لبني إسرائيل على كل الذين ليس لهم يقين كامل قالوا إنا لمدركون، خلاص يعني زي ما يقول هذه اللحظة سبحان الله. لكن موسى عليه السلام مستحضر المعية الإلهية التي قال الله له فيها إنني معك لا تخف ولا تخشى، وبالتالي إنا لمدركون. كلا إن معي ربي سيهدين. لاحظ هنا موسى عليه السلام ما قال إنه والله سيفلق لي الفحم، ما كان يدرك، لكن الله سيهديه إلى أمر ما. هو ينتظر هداية الله يعني. ونحن كلا إن معي ربي سيهدين. وأيضا يعني كثير من الناس بصراحة يا شيخ حسن يشكون في مقدرة الله، أو يعني مش يشكون، يعني لا يتصوروا يمكن أن يقع ذلك، أن يقع نصر غريب وعجيب يعني. نعم يعني صحيح. خلاص يعني يفقدون الأمل تماما. كما فقد بنو إسرائيل. نعم صحيح. صحيح. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. خلاص ما في كلام. ولذلك وإذا أدركهم يدركون أنهم هالكون، يعني هذا ما هذا هو. نعم. يعني هم أكدوا الفعل، قالوا إنا بنين المؤكدة واللام أيضا. نعم. يعني بمؤكدين اثنين خلاص معناته انتهى عندهم الأمل وفقدوا. هذه الجزئية أيضا هل نحن كذلك كإريتريين شيخ حسن؟ انتهى الأمل عندنا؟ لا، لن ينتهي الأمل ما دام انتهى الأمل خلاص. لا، لن يكون في بلادنا عدل، لن يكون في بلادنا خير، لن يكون في بلادنا اطمئنان، لن يكون في بلادنا رزق، لن يكون في بلادنا إهلاك الطغاة وإخراجهم منه. لن يكون هذا يعني خلاص ادركنا. بالعكس ليس كذا. الأمل قائم ويبقى الأمل، يعني شعارك دائما يبقى الأمل. يبقى الأمل لأن الله موجود وأن الله حي، وتوكل على الحي. بس يحتاج منا أن نتوكل على الحي الذي لا يموت سبحانه. نخرج من قلوبنا حب الدنيا، نخرج من قلوبنا البغضاء، ولأن الله ليس بغافل عما يعمل الظالمون، سينتقم منه. وسبحان الله الله عز وجل في أمة النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا بأنه الله إن يعني الله في سورة التوبة الله سبحانه وتعالى ذكر قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. نعم. فقائمة سبحان الله هذه المسألة قائمة. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما قال فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح على أيدي المؤمنين. الفتح فيه جهاد، فيه نصرة، فيه فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده. هذا الأمر من عنده الآن نراه سبحان الله في القارة الأفريقية كلها، كل يوم تسمع أطيح بالزيت. أعد النقطتين يعني الله سبحانه وتعالى نحن في غفلة والله. نعم. يعني فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده. بالفتح هذه تابعة للمؤمنين، تابعة للمؤمنين يعينهم نعم. فإن عجزوا تأتي الثانية ما في إشكال. أي نعم. أيوه. فالله سبحانه من عنده يعني اللحظة التي تنسد أمام المؤمنين كل دوائر الفعل الإنساني الذي أمرهم الله تتدخل قدرة الله سبحانه وتعالى، لأن ديمومة الباطل على وجه الأرض باستمرار. وهذا فيه رد على كل الملحدين الذين يقولون لا إله والحياة مادة. فكيف يهلك الله إذن الظلمة؟ من الذي أهلك فرعون؟ من الذي شق البحر؟ ولا تزال هذه القضية تنتقل كل عام وكل سنة لأنها حق. نراها رأي العين شيخنا، نراها رأي العين. كم من الناس كانوا يظنون الخلود بأنفسهم فأهلكهم الله وكانوا نسيا منسيا. الاتحاد السوفيتي الذي كان يقمع الناس ومن يمسك معه القرآن الكريم كان يسجن ويقتل، أين هو الآن؟ تلاشى وكأن لم يكن شيء. كم من طغاة في العالم العربي أهلكهم الله وأزاحهم. حقيقة الإشكال الدرس المهم جدا في إنا لمدركون، أنا لفت نظري أكثر من قصة موسى وفرعون أن فرعون رأى هؤلاء الناس انفلق لهم البحر. مجرم، لاحظ مجرم وشايف الأمر كله، شايف كل شيء. طيب يا هالك أنت وين رايح؟
وانت قبل كده عندك قصص طويله مع موسى، يعني موسى هذا ما موسى، تتوب ما تتوب، يعني انت شايف يد موسى وشايف عصا موسى وشايف السنين الطويله ما تخاف وشايف البحر. هذه سبحان الله إذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد. هنا يطمس الله بصيرته، فإن كانت الهداية مصاحبة لأهل الإيمان فإن الطمس والغواية مصاحب لأهل الكفر. فهو إلى الهلاك، إلى لحظة الهلاك يذهب، ثم يطبق الله سبحانه وتعالى عليه البحر، ثم يرى الماء يدخل على فمه. هنا يريد الله أن لا يطهر قلوبهم. نعم، يريد أعوذ بالله والعياذ بالله. فهذه المسألة سبحان الله واحدة من الإشكالات الكبيرة جدا في الطغاة، أن الله يصل بقلوبهم إلى مرحلة الطمس، لا يرون آية ولا يتفكرون في أحوالهم ولا في أحوال من حولهم. يعني كم من الطغاة يرون الآن هلاك الظالمين من حولهم والشعوب والدمار الذي يحصل على البلدان المجاورة، وهو يظن نفسه آمن وفي سلام ويقول نحن مختلفين، نحن وضعنا مختلف، بينما لا، هي سنة الله سبحانه وتعالى، وسوف يأتيه بلا شك، سوف يأتيه نصيبه من العذاب إن لم يغفر الله له. نعم. شيخ حسن، الوقت انتهى. نعم. ودرس عاشوراء درس كبير، وأنت رجل مليء، وهذا فضل من الله تبارك وتعالى عليك، واستفدنا حقيقة بهذه الدرر العظيمة. ولكن جزئية بس بسيطة لو قبل أن ننهي لو سمحت لي، تفضل. حتى يعني باعتبارنا نحن اليوم في عاشوراء، هذا اليوم العاشر. نعم. والسنة قامت على أن الناس يصومون هذا اليوم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لئن أدركت العام القادم لأصومن تاسعاء، ولم يدركه عليه الصلاة والسلام. فالسنة أن يصوم الناس تاسعاء ويصوموا بعد ذلك عاشوراء. لكن أيضا أهل العلم باعتبار نظروا إلى علة تاسعاء فقالوا العلة المخالفة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد فقط أن يصوم اليوم العاشر ليكون فقط متشبه فأراد أن يخالفهم فجاب تاسعاء، فقالوا لا حرج أيضا من فاتته تاسعاء وصام هذا اليوم أن يخالف أيضا اليهود إن شاء الله، وفي ذلك إصابة للسنة، أن يصيب الإنسان يكون بذلك قد صام هذا اليوم الذي أجره إن شاء الله يعني محو سنة سابقة، أجر عظيم، أجر عظيم جدا. يمكن أن يصوم إن شاء الله يوم الغد، وبذلك يكون ولا حرج في ذلك عن هنا بالذات مسبب. ومن فاته اليوم ولم يصم على كل لا قضاء طبعا، لا قضاء، فاته مع الأسف خير كبير وأجر عظيم نسأل الله. لكن نحن إن شاء الله وبعدين هذا الإشكال أين أنه يعود في السنة مرة واحدة. نعم. كيف تفوت هذا اليوم؟ نعم. هو يعود في السنة وأنت لا تدري هل ستعود للعام القادم، ستبقى العام القادم، يعني ما نعرف. هذه من المغيبات. نعم. لا أحد يدرك متى يموت. صح. قضية صعبة. صحيح. فكيف تفوت مثل هذا الأجر؟ وهو يعني يعتبر في موازين حسناتك، ويعمل لجميع السيئات تضليل ثم ديليت. الله أكبر. نعم. نعمل لها ديليت صحيح. محو كامل. وهذا سبحان الله، يعني انظر إلى إكرام الله سبحانه وتعالى لمن يفرح بهلاك الظالمين في مثل هذا اليوم بالصيام. يجازيهم الله سبحانه وتعالى. زي ما قلنا نحن مسألة المقامات تصاحبها الهبات. فهبة الله لعباده أنه يمحو عنهم زي ما قلت عملية الديليت. يبغى لها شرح حسن. نعم. المقامات هي أن يسلك الإنسان بعمله إلى مقام من المقامات، مقام التقوى، مقام الإيمان، مقام كذا. فهذه المقامات تصاحبها دائما الهبات. المقامات كسبية، والمقامات هي عبارة عن وهبية. بقي جزء بسيط. نعم. الذين لم يصوموا اليوم بإمكانهم أن يفطروا إخوانهم الصائمين. أحسنت. هل ينالوا الأجر؟ نعم إن شاء الله له أجر الصائم بإذن الله سبحانه وتعالى. أجر الصائم. نعم. كوبي بيس. نعم. من فطر مسلما نعم له أجر، فله مثل أجره لا حتى لو كان محو سيئات سنة. إن شاء الله فضل الله واسع. فضل الله واسع. يعني نحن إذا كان اليوم مثلا واحد نوى إنه والله يفطر 10 أشخاص، فهذا أنا أتوقع ميزانه كبير جدا إن شاء الله. 10 سنوات. ولو تفقد أسرة فقيرة وذهب إلى أنه والله أنا فاتني هذا الأمر وعلي أن أعوضه. نعم. فعلى كل هذه كلها إن شاء الله من الأشياء. فأدركوا قبل أن نفطر الناس اليوم الآن الساعة 3، أدركوا الذين لم تصوموا فطروا صائما. جزاكم الله. ومن لم يكن أيضا فاطر حتى هذه اللحظة، ما أكل شيئا ولا شرب، يمكن أن يواصل، لا حرج إن شاء بعد الله. الظهر لا بأس. أيوة إن شاء الله لا بأس إن شاء الله. مشاهدينا الأكارم، انتهى وقت الحلقة. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا منكم صالح القول والعمل، وأن نكون قد استفدنا، وأن نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يتقبل منا منكم صالح الأعمال، وأن يهلك الطغاة بعزته، أن يهلك الطغاة بعزته، وسوف يهلكهم بلا شك إن عاجل أم آجل. هذا أخوكم برهان يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب